سلام نيوز، الدنيا وما فيها. أهلا بيك. أهلا بيك. وطبعا مليون مبروك هذا التكريم. الله يخليك. تقول ايه النهارده حضرتك لمهرجان قفاف المسرحي لاهداء هذه الدوره للفنان القدير لروح الفنان القدير الاستاذ عبد الوارث عصر، وهذه الجائزه وطبعا عارفه ان هو جد حضرتك طبعا. بالظبط. أنا بحمد ربنا إن ما زال بعد أكثر من 40 سنة وهو ما زال في ذاكرة الناس. ده دليل على إن الفن حقيقي والصدق ما بيموتش، يعني بيرحل الفنان لأن ده عمره، لكن بيفضل فنه ما دام هو فن صادق وحقيقي بيستمر لأجيال طويلة. ممكن مش هتلاقي فيه فنون تانية أو ناس قدموا حاجات تانية واتنسوا من التاريخ، لكن إن الحاج عبد الوارث يفضل بعد حاجة و40 سنة النهاردة، من 82 للنهاردة 43 سنة وما زال في ذاكرة الناس. أحمدك وشكر فضلك يا رب، ويتعلمنا إن احنا يعني يعلمنا كل الناس اللي مقبلة على الفن إن احترام العمل هو أهم حاجة وأساس إنك تخش المجال ده. أنت مش داخل المجال عشان تكون ثروات، أنت مش داخل المجال عشان مش عارف تعمل إيه أو تسوي إيه، أنت داخل عمل المجال ده عشان أنت مقتنع بالشيء اللي أنت بتقدمه للجمهور. طبعا حضرتك تقول ايه للشرف مهرجان قفاف المسرحي الاستاذ الفنان القدير الاستاذ محمد صبحي؟ أستاذ محمد صبحي وهو امتداد لاحترام الفنانين القدامى واللي احنا تعلمنا منهم، احترام نفسنا واحترام مهنتنا واحترام الجمهور اللي احنا بنقدمه. اقول له ربنا يديك الصحه والعمر قول ايه لجيل الشباب المسرحي الجديد؟ اقول لهم يا خساره ان انتوا جيتوا في وقت ما فيهوش مصر. فيعني احنا كنا ايامينا احنا يمكن ده اخر مراحل المسرح المصري قبل ما يبقى ذكرى. احنا دلوقتي عندنا للاسف مهرجانات مسرح زي اللي احنا بنقدرها، ما عندناش مسرح. حتى المسارح الحكوميه بتقدم اعمال سريه. انت تعرفي في عمل في المسرح القومي او في المسرح الحديث او مسرح ميامي او المسرح الحكومي، تعرفي عنهم حاجه؟ احنا كنا زمان من اول ما ابتدينا كنا بننزل نتفرج على اسامينا في الافيشات في الشوارع، وكانت الناس بتعرف عن طريق جميع وسائل التواصل. يعني كان في التلفزيون في كل مكان، في الجرايد، في كل حاجه كان بيعلن عن العمل. دلوقتي الاعمال بيبقوا زي ما يكونوا مكسوفين منها او ما فيش ميزانيه يعني ان هم يعملوا بيها الدعايه. يعني احمدوا ربنا ان احنا مطلعين لكم عمل. طبعا اكيد زي كده. حضرتك تقول ايه لجمهورك ان انت وحشته جدا، يعني منتظر يشوفك في عمل؟ والله انتوا كمان وحشتوني قوي ونفسي اتواجد في عمل جديد، لكن للاسف انا بقالي سنتين يعني في بيتعرض عليا حاجات ما بتبقاش عجباني، فبعتذر عنها. بنختلف ماديات في بتاع حاجات الكلام ده، فبضطر اعتذر. فنحن في انتظار القادم. تحب توجه كلمة حب في راس السنة لمين؟ لكل ايد شغالة في مصر، لكل واحد بيقدم خدمة من اقل واحد لاكبر واحد في البلد دي. بقول له شكرا ان انت بتعمل الشيء ده لبلدك وما انتش حتى بدون انتظار المردود ليه. بقول له شكرا وكل سنه وانت طيب، ويا ريتنا كلنا نبقى على نفس المنهاج ده. بقول لجمهور قناه سلام نيوز كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله سنه جديده سنه 26 سنه سعيده على كل الشعب المصري والعربي وعلى كل مشاهدي القناه وعلى العاملين فيها، وربنا يبارك فيكم وفي صحتكم يا رب. أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله. كانت معكم رندا الصباحي، قناة سلام نيوز.